ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده البتنجان ده، هنحشيه. البتنجان ده جالي كده، ما ينفعش يتحشى خالص. يعني دي الصغيره ما ينفعش يتحشى، ما ينفعش قصدي يتقلى. ده بتاع المحشي مش للقلي. اللي بيتقلى اللي هو الرفيع ده، لقيته كده جايلي تخين. فهعمل ايه بقى؟ اقوم شايله دي كده، اشتغل دي كده عشان انا عايزه ايه، البوزه ديت تبقى موجوده، عشان اقوم قسمها كده واقوم مقوراها. طيب لو هي صغيره هقوم شايله دي كده واقوم مقوراها. دي كده واحده على بعضها، دي كده واحده على بعضها. لكن لو طويله هنقوم ايه اسمنها ومقورينها برضه. مش هكحتها قوي برضه عشان ايه يبقى فيها لحم. نعمل واحده تانية دي كده، تشيلها من هنا كده عشان البوزه دي تبقى موجوده. عايزه تعملي دي كده وتعملها على بعضها، البتنجان على بعضها. دي كده على بعضها. لو انت شايفاها طويلة قوي مثلا ومقسماها، لو طويلة قسميها. لو قلبها ابيض ممكن تلميه وتعمليه مسقعة. لو القلب ده ابيض خديه في شوية زيت وهدي عليهم النار وطماطمايه وقرن فلفل واعمليه مسقعة. مش عايزاه خلاص. بس لو هو قلبه ابيض زي ده كده مبذر، خلاص ارميه. يعني اللي مبذره ارميه، لكن قلبها ابيض زي دي كده عينيه واعمليه مسقعه. كده اهو. البتنجان ده موجود في السوق دلوقتي، تقدري تجيبيه وتعمليه ايه محشي. زهقت بقى بتاع محشي ورق عنب، وزهقت كرنب، والكرنب ما بقاش محبوب قد كده في الصيف. اعمليه محشي مشكل. عايزه تجيبي كوسه، فلفل، بتنجان. المحشي المشكل بيتحب في الصيف.
عملت البصلة وحطيت الطماطم وخرطت الخضرة. البصلة مخرطاها على ايديا مش بشراها، بشوية زيت ودبلتها وحطيت عليها الطماطم وهشطف البتنجان ده وهاخده تشويحة كده في الزيت واقوم حاشية على طول. كده بقلب البتنجان بالشطة الخفيفة اقلب الرز واحطه على طول. كده انا خلصت تقليل البتنجان اهو. هقعد احشي بقى، وقلبت الخلطه الرز على الخضره وفرشت الحله خضره من اللي انا مقطعاها للمحشي، وقرن فلفل كده في الارضيه، وحته بصله كده عشان ده مش كرنب ولا لفت اللي انا افرش الحله ايه حاجه منها. ما فيش عندك حاجه تفرشيها، افرشي فلفل بصل، قطعي طماطمايه، اي حاجه في الارضيه كده. يلا انا هقعد احشي بقى. مش هملاها كده، سيب منها شويه عشان ايه الرز لما يستوي. سيب شويه كده عشان نسوي الرز. هخلص بقى وارصهم في الدقيه اوريك. كان عندي شوربه فراخ سخنتها وزودت بقى كده ملح ومعلقه زبده كده. انا خلصت المحشي اهو، البتنجان والفلفل، وده محشي بصل. كده بكفايه بقى ايه ميه، يعني ما تخليش الشوربه تطلع لفوق خالص. كده بكفايه.
احطها على النار بقى، هزها هزه واحطها على النار. ساعة ما تنشف تغلي غلوتين كده اقوم مهديها عليها. من كده خلصت المحشي المتفط عليه اهو. يلا يا قلبي عشان ما اطولش عليكي. يلا باي.